بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس. لا 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 عرباوي نار 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 من البداية. كيف ينهي الموسم الناجح؟ مع ضغط المباريات أنا أتحدث. هو لديه دوري الأبطال، لديه الدوري. شكرا للزميل طارق الحماد، والشكر أيضا موصول لضيفيك الكريمين في الاستوديو التحليلي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر BN Sports، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم معنا هنا في هذه التغطية المستمرة المتواصلة لبطولة الليغا الإسبانية هنا في العاصمة الإسبانية مدريد في ملعب السانتياغو برنابيو. الجولة 30 من بطولة الليغا الإسبانية قبل 8 جولات من ختام ريناتو تابيا، سولاري وأيضا ديلاتوري، فيران بيلتران، جابري فييغا وياغو أسباس الهداف الكبير والمهارية. بداية سريعة، هذه تسديدة لكنها ضعيفة جدا، تحولت في المنتصف ثم لمسة في أقصى، ولكن الدفاع يتدخل. تغطية على طول موجودة من جانب الدفاع، كرة كانت طويلة خلف المدافعين لكن التغطية كانت الدوري. كرة منقولة للأمام لكنها تصل بعد ذلك سهلة. فريق عن بداية البطاقات الصفراء، تراكم البطاقات الصفراء. كرة في بعد السيد كاردوزو في عام 2018، كرة تمر وتجاي كريم بنزيما داخل المنطقة ولكن الدفاع يتدخل. تغطية أو 4 مباريات على ملعب السانتياغو برنابيو بالنسبة لتيبو كورتوا. هذا هو فينيسيوس لمصلحة سيلتا فيغو، عرضية كرة على طول فيها التغطية ممتازة من جانبية النمر، يعدي فينيسيوس ولكن أيضا التغطية يحاول فيها ياغو، لمسة وكرة بينية وسط اليمين، محاولة المرور لكن جزاء أسباس يضرب، أو هذه عرضية لم تكن ضربة بل كانت تمريرة في اللقطة الأخيرة، ولكن هناك راية وهناك حالة تسلل كانت موجودة في اللقطة الأخيرة. عادت بينية خطيرة هذه المحاولة ولكن ثم تمريرة بينية جميلة عرضية من كامافينجا، ولكن الدفاع على الكرة في المنتصف على طريقة البدلاء في هذه المواجهة. كرة باتجاه سيبايوس، التغطية على طول موجودة من جانب الدفاع، تغطية موجودة في اللقطة الماضية ثم بعد ذلك خطأ يحتسب على فينيسيوس داخل منطقة الجزاء. فيني أمام مدافعين في اللقطة الماضية، يلعبها إلى سينسو لكنها لا تصل، ثم بعد ذلك كرة عرضية ترسل داخل منطقة الجزاء، راسية كانت ركنية في اللقطة الماضية ولكن كرة تشواميني إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. جاء بنزيما، خطيرة المحاولة بنزيما لكنها وين بعيدة جدا إلى خارج الملعب. الطريقة الوحيدة للحفاظ على البيتشيتشي، الطريقة الوحيدة يا كريم هي تسجيل الأهداف. تعود مرة أخرى سينسيو، حاطة ولكن إلى خارج الملعب. حلوة الكرة الأخيرة جميلة من ماركو لكن اصطدمت من الكرات تلعب في القائمة الثانية وهذه نحو الفريقين. كرة عن طريق فيني، كامافينجا يحاول فيها كامافينجا الجهة اليسرى لكن هناك صافرة موجودة وخطأ على طول يحتسب، خطأ على طول يصفر. الثابتة عرضية لمنطقة الجزاء بالراس، فينجا لمسة تصل باتجاه داني سيبايوس ممتازة، وصلت إلى فيني من اليسار، ينطلق يحاول يتوغل ثم العرضية ولكن الدفاع يتدخل. تغطية ممتازة من أمام فينيسيوس في اللقطة الأخيرة. وهنا في القائمة الثانية هذه كرة طويلة أيضا نحو الحاول سيبايوس، تتقدم سيبايوس ولكنها بعيدة جدا. كنت أناني في اللقطة الماضية، كنت أناني يا سيبايوس، كان عنده أكثر من أمام المنطقة ثم تمريرة وصلت إلى ماركو، إلى ناتشو، خطيرة هذه المحاولة، ناتشو إلى خارج الملعب. هذه ثالث تسديدة لريال مدريد في ظرف 25 دقيقة. يتقدم فيني أمام منطقة الجزاء ثم بعد ذلك صافرة موجودة وخطأ. 1 على 1 لا يمكن إيقافه. فينيسيوس يتركها إلى ماركو، عرضية خطيرة هذه المحاولة لكنها تمر من أمام بنزيما. بنزيما خطيرة هذه المحاولة، كريم إلى فيني، ينطلق يحاول فينيسيوس يسقط وكريم في المتابعة، وحكم المباراة يشير إلى وجود خطأ، أعطى الادفانتج الاستمرارية في اللقطة الماضية ثم بعد ذلك عاد واحتسب الخطأ السيد ماتيو لاهوس.
السيد ماتيو لاهوس يشير إلى وجود خطأ. ضربة حرة، كرة ثابتة لمصلحة سباق البتشيتشي. كريم حاطة يتوغل، يدخل داخل منطقة الجزاء، ولكن الدفاع يتدخل في آخر لحظة قبل أن تصل إلى كريم. وصل المدافع، ما زالت قائمة لمصلحة سيلتا فيغو في نصف الملعب. حكم المباراة يعطي الاستمرارية ثم يعود ليحتسب الخطأ في اللقطة الماضية. فيها ناتشو والعرضية خطيرة عند ماركو اسينسيو. الكرة العرضية باتجاه كريم. ناتشو والعرضية بالراس اليمنى، البحث عن الكرة العرضية، يرسلها عرضية لمنطقة الجزاء بالراس، ولكنها تمر إلى خارج الملعب. واجه سيلتا فيغو 11 مرة، هذه المواجهة التاريخية الثانية عشر بالنسبة للسيد كارلو أنشيلوتي من أمام فريق سيلتا فيغو. فاز عليهم جالان والعرضية لكسترا ينطلق، يحاول فينيسيوس يصل. فينيسيوس بدأ يستعرض عضلاته ومهاراته وإمكانياته في الجهة اليسرى. فينيسيوس خطأ موجود في الباص، يحاول أسباس يمرر كرة إلى منطقة الجزاء، لكن على طول التغطية موجودة. ينطلق من اليسار ثم العرضية قوية. 1-0 للريال. ماركو اسينسيو هنا في الدقيقة 42 قبل النهاية يسجل ويعطي الأسبقية للريال. 1-0 لماركو. واحدة من أجمل فتراته، واحدة من أجمل وأحلى كرة تعود خطيرة هذه المحاولة داخل. إن الكرام ينتهي بتقدم ريال مدريد. ريال سوسيداد هنا محاولة، كرة عرضية بالراس، الثاني من ميليتاو. البرازيلي يسجل هنا مع بداية شوط المباراة الثاني. ميليتاو يرتقي، ميليتاو يقفز عاليا، يضعها براسه. 2-0، 2-0 للريال. ميليتاو على ريال سوسيداد هنا محاولة، كرة عرضية بالراس، الثاني من ميليتاو. البرازيلي يسجل هنا مع بداية شوط المباراة الثاني. ميليتاو يرتقي، ميليتاو يقفز عاليا، يضعها براسه. 2-0، 2-0 للريال. ميليتاو على تترقب وشاك الساحرة المستديرة دقات 9 مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء البسيط الأداء مع فريق الأهلي مع الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في حضور جماهير الوطن. تذاع مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على قناة بي إن تنقل قناة بي إن سبورت 4 مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا. يلاحق الأهلي لقبه من نسخ أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021. بالمقابل يبحث الرجاء عن تتويج بلقبه الرابع في أمجد البطولات الأفريقية للأندية بعد فوزه سابقا بنسخ أعوام 1989 1997 1999. وتعهد مواجهة الأهلي والرجاء أي سيناريو مكرر للنسخة الماضية من دوري الأبطال، حين تأهل المارد الأحمر على حساب غريمه البيضاء بفوز